يا صباح الورد. راجعين مع بعض النهاردة بوصفة حلويات سهلة وبسيطة وسريعة. يمكن من أكتر الحلويات اللي دايما بعملها من سهولتها وكمان ما بتاخدش وقت، بتطلع ناجحة ومظبوطة 100% في كل مرة. هنعمل مع بعض النهاردة الرواني أو كابس الرواني. هنعملها في صينية الكب كيك ونزينها كده بطريقة مختلفة. عملتها معاكم قبل كده بأكتر من طريقة. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهتطلع معاكم ناجحة كل مرة. بس قبل ما أبدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا أول مرة تشوفوني فأنا فاتن عوض. يلا بينا نعمل الحلو بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمله ازاي وما بياخدش وقت خالص. في أغلب الحلويات الشرقية أو معظمها كمان لازم بنعمل الشربات الأول أو السيرب عشان يبرد قبل ما نبدأ في عمل الحلويات. عندي هنا كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وكمان شرايح من الليمون أو عصير نص ليمونة. هنحطهم على النار وبنسيبهم من 6 ل7 دقايق من بعد الغليان. بعد كده بنسيبه يبرد خالص على جنب، ويلا نبدأ مع في خطوات الكيك بتاعتنا. عندي هنا في طبق عندي كوباية من الدقيق وعليها ربع كوباية من جوز الهند، كوباية من سميد البسبوسة الخام بدون أي إضافات. وبعد كده هنزل بمقدار معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلب المقادير الجافة مع بعض كويس جدا ونركنهم كده على جنب عشان نبدأ بقى في خطوات عمل الكيك نفسه. علشان بقى نبدأ نضرب المقادير السايلة مع بعض ومقادير الكيك، عندي هنا في طبق هنزل ب3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. زي ما احنا متعودين دايما في أغلب الحلويات والكيكات البيض والمقادير بتكون بدرجة حرارة الغرفة. نزلت كمان بكوباية من السكر، وهنزل برشة من الفانيلا سواء الباودر أو الفانيليا السايلة المتوفر عندكم. بنشغل المضرب وبنضربهم لمدة 5 دقايق كده أو 4 دقايق، لحد بس لما السكر يختلط كويس جدا مع البيض، والخليط ده كده يبقى عندي لونه فاتح وهش وقوامه كمان يزيد. بعد كده عليهم هنا هنزل بكوباية إلا ربع من زيت الذرة. بننزل بيه على مرتين 3 بالشكل ده، وبنكمل كمان ضرب. بعد كده بنفصل المضرب وبنبدأ بنجيب المقادير الجافة اللي احنا خلطناها مع بعض في الأول. وعندي هنا كمان كوباية إلا ربع من الحليب برضو يكون بدرجة حرارة الغرفة. في المرحلة دي بتشغلوا المضرب على أقل سرعة، وبنبدأ بنضيف الدقيق مع السميد والبيكنج باودر وجوز الهند. بنضيفه بالتبادل مع اللبن، معلقتين 3 من الدقيق وعليهم معلقتين من اللبن لحد ما بتخلصوا كده كل الكمية ويبقى عندي الخليط بتاع الرواني جاهز. ممكن برضو ان احنا نعمل الخطوة دي بالمعلقة، تقلبوا كل المقادير بالمعلقة. بنكرر نفس الخطوة لحد ما تخلصوا كل المقادير الجافة بالتبادل مع كمان الحليب. هتلاقوا هو ده قوام الكيك بتاعتنا او الرواني بتاعتنا. شايفين هتطلع لكم كيكة هشة كده وخفيفة جدا وطعمها بجد تحفة. هنجيب هنا صينية الكب كيك وبحط فيها ورق الكب كيك، وبنبدأ بنوزع الخليط بتاع الرواني عليها. ده الجهاز بتاع لقمة القاضي اكيد كتير منكم عارفينه، وبيسهل جدا ان احنا نصب بيه او الخلطات الكب كيك او الكيكات لما بتكون بالشكل ده، من غير بقى ما نبهدل الدنيا او يقع بواقي من الكيك. بنملى تقريبا مقدار نص الكب كده عشان لما ترتفع بقى في الفرن وتستوي وتحمر ما تخرجش بره الكب وتبهدل لكم الدنيا، وعشان كمان يطلع سمكها مظبوط معاكم. بنملى كل الكمية زي ما انتوا شايفين. بعد كده عندي الفرن على الشبكة. مش هتاخد معاكم وقت كتير، بالكتير 12-15 دقيقة لان سمكها صغير، ومش هتاخد وقت، هتستوي معاكم بسرعة. مجرد ما بتستوي وبتحمر وتاخد اللون الحلو هنخرجها من الفرن وهنشوف شكلها كده عامل ازاي بعد ما تستوي. مش محتاجين خالص انكم تسخنوا الفرن في البداية. بنحطها كده على الشبكة وبنسيبها تستوي. بعد مرور ربع ساعة في الفرن خرجنا الرواني، سيبناها تهدى كده لمدة 5 دقايق على جنب الأول. شايفين زي ما قلت لكم ارتفاعها مظبوط جدا ومثالي،
كمان واخدة اللون الحلو من فوق ومن تحت. بعد كده عندي السيرب بعد ما برد تماما، بنبدأ نسقي الرواني بتاعتنا وهي دافية بالشكل ده. بتزودوا بقى كمية السيرب زي ما انتوا عايزين، تقريبا كل كب هياخد معاكم معلقتين كبار من الشربات اللي احنا عملناه مع بعض. كمان الكمية اللي احنا عملناها دي هتعمل لكم تقريبا حوالي من 18 ل 20 حبة من الكب كيك بتاع الرواني بالشكل ده. بعد كده هاتوا بقى كل اضافاتكم اللي انتوا حابين تزينوا بيها الفقرة دي او الجزء ده بيكون على حسب الرغبة، وانتوا بتزينوا بقى على حسب الشكل. العبوا بقى في كل حاجة وفي الالوان. انا هنا عندي كريز مع جوز هند مبشور وجوز هند شرايح وكمان سبرينكلز. تقدروا تزودوا مكسرات او تزينوها بقى بشوكولاتة خام او شوكولاتة سبريد او زبدة اللوتس، اي حاجة تقدروا بقى تلعبوا في الشكل وفي التزيين وتعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه. بتزينوا كل الكمية بالشكل ده. وكمان الفكرة دي بتكون حلوة جدا في التقديم. بحب دايما اغلب الحلويات اعملها في الكب كيك، بتكون اسهل واشيك واحلى كمان في التقديم. ولو عندكم عيد ميلاد او مناسبة بتكون حلوة جدا كمان وطريقتها سهلة. لمحبين بقى الكيك والبسبوسة، دي كانت وصفتنا النهاردة. عملنا كب الرواني بكل بساطة وسهولة، وزي ما انتوا شايفين هيطلع معاكم ناجح ومظبوط كل مرة. سيبوه بقى يبرد في التلاجة وبعد كده قدموه بألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهاردة. استنوا لسه عندنا وصفات كتير ان شاء الله الفترة اللي جاية ما بين حلو وحادق، ولسه هنعمل وصفات المدارس مش ناسين حبايبنا الصغيرين. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض. أشوفكم إن شاء الله على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هستناكم تجربوها وهستنى رأيكم، والسلام عليكم.